انت مش فاشله، انت بس كسوله. انت الفكره مش ان انت ما عندكيش سكيلز، الفكره ان انت مش ما عندكيش بوتنشلز، الفكره ان انت مش ما عندكيش حاجه تقدميها. انت مشكلتك مشكلتنا كلنا يا بنات ابسط من كده بكتير، ان احنا كساله، we're lazy. هي ما بتعملش حاجه اصلا، هي بتصحى من النوم تفتح السوشيال ميديا تشوف مين بعت لها ومين بعت لهاش، مين رد ومين ما ردش، مين عمل لاف على الستوري ومين اتجوز، مين اتطلق، مين انفصل، مين بيتكلموا على بعض، مين بينشروا غسيل بعض. دي بقت حياتنا. انت حرفيا شويه شويه ودماغك هيوصل لمرحله التعفن، ودي حاله علميه عشان تبقوا فاهمين، ده مش كلام جايباه من الفضاء. وانا بقى مش هقولك لو انت حاسه ان انت جبتي اخرك وخلاص وعايزه تبقي البنت الديفا وعايزه تبقي البنت الجامده وعايزه تغيري حياتك تكملي الفيديو الاخر، لان بدل ما انت اوريدي ديد سيرش يعني عن الكسل او ان انا ازاي اتخلص من الموضوع ده، يبقى انت اكيد عندك النيه. لو الفيديو بقى طلع لك بالصدفه، فيا رب تاخديه كاشاره من الكون انه بيقول لك جيرل خلاص طفح الكيل. نقطه كمان، في البعض ودي نسبه قليله 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 جدا جدا لا تتعدى ال 1%، بيبعتوا لي حبايب فيديوز طويله. حبيبتي انا بديكي 20 دقيقه كافيين ان هم ينقذوا حياتك من الضياع، فما تقوليش 20 دقيقه طويله ولا 30 دقيقه. انا بس حابه ابدا لكم بحاجه حصلت لي من فتره قريبه في الزمن القريب، غيرت فكري. انا كنت انسان اوكي، انا شخص ذكي جدا وشخص بيحاول ونفسه في النجاح واهداف وفيجن بورد وحاجات من اللي قلبك يحبها، بس بطيئه، عايزه دايما ابقى موتيفيتد، يعني ما اعملش الحاجه غير لو انا بقى حماس بقى. وعارفين حماس الساعه 2 بالليل ده، لما بتجيبوا الدفتر تقعدوا تكتبوا كل الاهداف، وانا هروح الجيم الصبح، وطبعا بتناموا وتصحوا تاني يوم الساعه 4 العصر ولا كأن حاجه حصلت، ونفضل نعيد نفس القصه دي 20 سنه بقى. انتوا احنا دلوقتي انا كحبيبه وانتي كآية وانتي كرنيم، كلنا انت بجد في بوتنشلز او امكانيات عندك او مهارات عندك انت ممكن ما تكونيش تعرفي عنها حاجه وهي موجوده جواكي. مش مصدقه؟ اسمعي. من فتره انطلب مني ان انا اعمل ويب سايت لشركه موجوده بره مصر. الموضوع ده هيدخل مبلغ كبير جدا ليا، وهم طلبوه مني عشان هيوفر عليهم مبلغ اكبر بكتير. يعني نفترض ان الموضوع ده لو هم عملوه عند حد بره هيكلفهم 100,000، هم قالوا لي حبيبه لو عرفتي تعمليه هنديكي 40,000. انا كحبيبه، انا ويب سايت ايه؟ انا اصلا مش دارسه برمجه، انا بدرس تجاره واداره اعمال، انا يعني ماركتنج، اداره اعمال، مش عارفه ايه، انا افهم. امال غير كده بطه بلدي. بس انا عندي عيب في شخصيتي، ما بعرفش اقول لفرصه تجيلي لا، ما بقدرش. بحس انه ما يمكن دي الفرصه اللي ممكن توصلني للثراء، الثراء الفاحش ان انا ابقى في موناكو وعندي يخت باسمي. دايما ده تفكيري، ودي على قد ما انها ميزه على قد ما انها ساعات بتبقى عيب، بس في معظم الاوقات بتبقى ميزه. فقلت لهم اوكي. عرفت ماما، فامي ست طيبه غلبانه، ست عسل كده، هي مش هتستفاد حاجه. ماما اقسم بالله يا جماعه قعدت تضغطني ضغطه مش طبيعيه. انا قعدت حوالي 6 ايام لا بنام لا باكل لا بشرب لا بتحرك من قدام اللابتوب بتاعي. تخيلوا ايه اللي حصل؟ عملت الويب سايت وخدت الفلوس. انا ذكيه، فانا عرفت اعمل لهم اللي هم عايزينه بفلوس، بس بفلوس اقل بكتير. يعني مثلا لو كنت هاخد 40,000 انا عرفت اعمل الموضوع ده ب 5,000 جنيه، فانا كده طلعت ب 35,000 جنيه، وهم وفروا على نفسهم 60,000 جنيه، فكل الاطراف ربحانه. لا ومش بس كده، اللي حصل ان هم خلاص بقى هم بقى معتمدين عليا بشكل رسمي في حوار الويب سايت والكلام ده. والله يا جماعه انا مش مضطره احلف، بس انا لو كان حد قال لي انت هتعملي ويب سايت، انا كنت اقول له يا اما ان انا دخلت كليه ليها علاقه بالموضوع ده وقررت ادرس، يا اما ان انا خدت كورس بشيء وشويات. لا، احنا بيبقى عندنا بوتنشلز جوانا احنا ما نعرفش عنها حاجه، واللي بيعرفنا عن الحاجات دي او اللي بيعرفنا عن نفسنا، احنا بنعرف نفسنا اكتر واكتر لما نتحط في موقف وناخد الفرصه. نبدا نتكلم. لو انا عندي لسته اهداف، list of goals، المفروض ان انا ابقى عارفه ايه اهدافي. يعني طبيعي ان اي حد فينا بيبقى عارف ايه اهدافه. لو انت مش عارفه ايه اهدافك فدي another step، يعني دي another process، دي رحله تانية خالص. مثلا انا عايزه احفظ القران، مثلا انا عايزه اخس وزن معين، مثلا عايزه اتخن وزن معين، مثلا عايزه اجيب GPA معين، عايزه افتح بيزنس معين، عايزه اوصل لعدد مبيعات معين. دي كلها list of goals. فانت يبقى معاكي الليست بتاعتك دي، كل هدف فيهم اكتبي ايه البروسيس اللي في دماغك اللي انت حاسه ان انت لو فضلتي ماشيه عليها لوقت معين انت هتحققي الهدف ده، وحطي لكل هدف فيهم ديدلاين. يعني مش ان انا حاطه الهدف ده حلني بقى قبل 10 سنين 5 سنين على حسب ما الكون ما يأذن ومش عارفه ايه ما يحصل والحاجات العبيطه دي، لا.
مفيش الكلام ده. احنا نحط بروسيس واضحه بديدلاينز معينه باوقات معينه. المفروض ان انا الجي بي اي ده في خلال 3 شهور الجايين انا مركزه على دراستي، عشان بعد ال3 شهور انا جايبه الجي بي اي ده. في اوقات بنبقى حاسين احنا عايزين نعمل كل حاجه، عايزين نتعلم كل حاجه، عايزين نبقى كل حاجه، بس لازم يبقى عندك برايورتيز وانت بتحطي الاهداف بتاعتك، اولويات. how bad do you want the thing؟ انت عايزه الحاجه دي قوي ازاي؟ حاجه بس لدرجه ان خلاص انا يا الحاجه دي يا النهايه. واتكلمت في الفيديو اللي فات عن انه ما ينفعش نكون رياليستيك او واقعيين في الاهداف اللي احنا بنحطها او في الاحلام، لان اصلا ده يتناقض او يتعارض مع تعريف الحلم. الحلم هي حاجه بنحس ان احنا مستحيل نوصل ليها، بس بالجهد والسعي الكافي احنا بنوصل لها. ف never be realistic، لان مفيش اي حاجه في الحياه دي واقعيه عشان انت تكوني واقعيه في اختيارك لاحلامك. ابسط حاجه على كده قلتها برضو قبل كده، ان انت مخك ده 2018 لو كان تخيل ايه اللي كان حاصل طول السنين دي، هو عمره ما كان هيستوعبه. كان بالنسبه له ده هيبقى خيال علمي، ده فيلم خيال علمي، ده مش واقع. ف don't be realistic when you choose your dreams. الكام يوم كان داير بيني وبين ماما نقاش حاد جدا 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 عن عيب من عيوبي اللي موجوده في شخصيتي، وهي ان انا such a slow person. انا بطيئه ولست بكسوله. في فرق بين البطء والكسل، وده اللي انا هوضحه دلوقتي. فانا بصراحه انا مش فاهمه، يعني انت مش شايفاني بجتهد كفايه؟ مش شايفاني بسعى في حياتي كفايه؟ مش شايفاني عامله كذا في شغلي، عامله هنا في شغل، وعامله في يوتيوب، وبصنع محتوى وبعمل حاجه كويسه؟ انت برضو ده كله مش شايفاه كفايه؟ فهي قالت لي it's not about the thing being enough و it's not about that you're lazy. I'm not saying that you're lazy. انا مش بقول لك ان انت كسوله، ولكن انا بقول لك يا حبيبي ان انت بطيئه. يعني ايه بقى الكسل؟ هو ان انت اصلا ما بتقوميش من على الكنبه ولا بتقفلي التليفون عشان خاطر تقومي تعملي حاجه في حياتك. البطء ان انت بقالك زمن عماله تحاولي وتعافري في الحاجه والحاجه مش راضيه تجيلك. ليه بقى؟ انا كحبيبه شخص بطيء، يعني الحاجه دي لو مطلوبه مني وانا اقدر اعملها في يومين، انا ممكن اعملها في اسبوع. وده برضو بيكون اسبابه نفس اسباب الكسل، زي السكرولينج والسوشيال ميديا. انا ممكن افتح التيك توك اسرح 4 ساعات. تخيلوا 4 ساعات ضاعت سرحان في تيك توك. عادي مثلا اليوتيوب، انت حابه اليوتيوب جدا ودايما عماله تتكلمي عنه من وانت عندك 10 سنين، انا هعمل واسوي وعمرك ما عملتي، وده كان كله كسل لحد ما بداتي. ولما بداتي ما بقيتيش كسوله، بس بقيتي بطيئه. قالت لي رغم انت حاطه في بالك هدف ان انت مثلا عايزه توصلي ل 100,000 في 6 شهور، انت حاطه في بالك انت هتوصلي لها في سنه. طب رغم انت تقدري توصلي لها في 6 شهور، بس انت حاطه في بالك طب ليه ما اديش لنفسي سنه؟ ليه استربع نفسي؟ ليه اجتهد الضعفين عشان اوصل للحاجه بسرعه، رغم ان انا ممكن اعمل ببطء جدا وكده كده اوصل لها. فماما بتقول لي ايه؟ بتقول لي انت دايما شايفه ان النجاح كده كده جاي، بس انت نيه في نفسك. والله قالت لي كده، قالت لي انت نيه. قالت لي لو انت عندك استعداد بدل ما انت بتنامي 11 12 ساعه تنامي 8 او 7 ساعات بس، وبدل ما انت ما بتخرجي مع صحابك 3 4 5 مرات في الاسبوع وكل مره تقعدي 4 5 ساعات بره البيت، قالت لي تخيلي كل الوقت الضايع ده لو انت حطيتيه في الحاجه اللي انت عايزاها، تفتكري كنت وصلتي فين؟ فانا هنا قلت فعلا. فالخلاصه انت مش ناويه تضحي باليوسلس سكرولينج، باليوسلس اورز اللي انت بتضيعيها. بصي وقت ضايع مفيش منه اي فايده في الحياه. لو انت مش ناويه تضحي بده كله، هتضحي بحاجات اغلى بكتير، ومش هتعرفي ان انت ضحيتي بالحاجات الاغلى بكتير دي غير بعد وقت، وهيكون الوقت فات. نصيحه، احنا دلوقتي لسه في سن كويس ان احنا نقول خلاص كفايه اللي ضاع، خلينا نركز في اللي جاي. انت قدامك خيارين، واحد صعب والتاني صعب. واحد صعب والتاني صعب. يا اما تفضلي عايشه في الجسم اللي انت مش راضيه عنه، اوكي، وده خيار صعب برضو ليكي لان انت بتتألمي كل يوم بسبب الموضوع ده. يا اما ان انت تروحي الجيم، وده برضو خيار صعب ليكي لان انت مش عندك ان انا هروح، انا هعمل الحاجه دي مهما كان انا انسان مسوف وانسان كسول وانسان والدنيا بتبقى، انا هروح الجيم. مش هاكل فاست فود، مش هاكل جانك فود، مش هاكل سويتس كتير، مش فانت قدامك خيارين. يا اما انت تكوني مفلسه، وده برضو خيار صعب ليكي لان انت ما شاء الله كميه الحاجات اللي انت عايزه تشتريها مش طبيعيه. يا اما ان انت تعملي بيزنس، وده برضو صعب جدا ان انت تعمليه وان انت توقفيه وان انت تحققي منه مبيعات. فانت اختاري عايزه تعيشي انهي صعب، عايزه تبقي انهي نوع من انواع الصعب. فلسه، فاشله، ضعيفه الشخصيه، ما عندكيش اي طموح في الحياه، ما عندكيش اي ثقه ولا احترام لذاتك ولوقتك ولحياتك، ده صعب. او ان انت تعافري وتجتهدي وتسهري وتشتغلي على نفسك وتشتغلي على شغلك وتشتغلي على دراستك وتشتغلي على شكلك وتشتغلي على شخصيتك، وده برضو صعب ان انت تحققيه. بس اختاري بقى انهي نوع من الصعب انت عايزه تعيشيه. انا لا جايه احفزك ولا جايه اديكي موتيفيشن،
لان دي اكبر كذبه اخترعها التاريخ. الموتيفيشن اقسم بالله يا جماعه والله العظيم وانا مش مضطره احلف، انا ضيعت سنين بسبب ان انا دايما قاعده مستنيه اللحظه اللي انا هكون فيها موتيفيتد واقوم اعمل لي حركتين كده تشقلب شقلبتين وخلاص الموتيفيشن راح. الشغف ده حاجه نسبيه، بتزيد وبتعلى واحنا بنات ما شاء الله الهرمونات كمان لعبه دور عسل قوي معانا في الموضوع ده. ما ينفعش تعتمدي على الموتيفيشن في حياتك، هتخسري، مش هتوصلي، مش هتعملي اي حاجه. الفيديو ده مش تحفيزي والله، ما تحفيزي ولا بتاع كلام تنميه بشريه ولا بتاع كلام مواقع، بتاع كلام الواقع. بقيت سرسجيه الحمد لله، الله اكبر. شكلي مش لاقي على شخصيتي بجد. لو انت بقى عايزه اديكي الخلاصه بتاعت موضوع الموتيفيشن والكلام التحفيزي والفيديوهات بتاعت اصحى واجري واعمل وش كده، عارفين ده؟ خليكي disciplined not motivated، يعني خليكي committed، خلي عندك حس المسؤوليه. انا بصحى الصبح بعمل الحاجات اللي في شغلي اللي انا ببقى حاسه ان انا مش طايقه اعملها النهارده عشان انا disciplined. انا يقودني اهدافي، تقودني خطتي، تقودني احلامي وليس شغفي. الشغف ما بياكلش عيش، والشغف مش هيطلعك بره الكنبه اللي انت قاعده عليها دي. وسوري لو انتوا بتحسوا ان كلامي ساعات بيبقى قاسي وبينزل زي لطشه القلم على وشك كده، بس انا بحس معاكم انتوا بالذات لازم الطفله، لازم اتكلم معاكم بالاسلوب ده عشان خاطر اسلوب الحنيه والدلع والطبطبه ده خدنا منه طول السنين اللي فاتت وما عملش معاكي حاجه. انا عندي ليست، انا لو وريتكم الليست اللي انا ببقى كاتباها عندي على الفون كل يوم الصبح والله مثلا فيها 10 ولا 12 حاجه تو دو ليست، كل واحده فيهم اصعب من الثانيه. وباجي بالليل قبل ما انام بكون على الاقل مخلصه منهم 8 حاجات. ف8 حاجات من 12 حاجه ده تحفه، ده عظمه. وعشان تبقي عارفه في جمله اخترعتها امراه حكيمه جدا اسمها حبيبه هيثم، اسمها pain is rain. الجمله دي انا اللي اخترعتها، لما تيجوا تنزلوها في اي حته تكتبوا تحت قائلتها حبيبه هيثم. يعني ايه؟ الالم اللي انت عايشه فيه طول ما انت بتحاولي تعملي اي حاجه في الحياه، طول ما انت كل يوم بتحاولي تقومي تجرجري نفسك من السرير وتبداي تعملي حاجه في حياتك بدل ما انت قاعده مضيعه حياتك. وعشان تبقي عارفه اقسم بالله الفراغ قاتل، الفراغ هلاك، هيخليكي بقى تاخدي قرارات غلط، على اختيارات اغلط، على حياه اسوأ. بين زرين، يعني كل ما انت ما هتحسي ان الرحله بتاعتك صعبه كل ما ده هيكون سبب في ان هطول الامطار والرزق اللي هيجي لحياتك هيكون كبير. انت عامله شبه البذره المزروعه في وسط الارض تحت خالص، تحت في اعماق التربه، عماله تعافر وتطلع 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 لحد ما تبقي ورده مفتحه. احنا هدفنا في الحياه نبقى ورده مفتحه، سواء دكتوره، سواء بقى مهندسه، سواء بزنس وومن، سواء ست بيت شاطره، سواء ام ومربيه. دي كلها اهداف تحفه، ما ينفعش نقلل من واحده ونعلي من الثانيه. سبب الكسل هو ان انت عقلك بقى رابط انه انا هعمل حاجه حلوه في حياتي او ان انا هفنش اي تاسك انا حاطاه لنفسي. ده احساس صعب جدا، احساس صعب جدا، ربنا ما يكتبه علينا. عقلك بيفكر كده، فعشان كده عقلك بيجرك للكسل. عشان تبقوا عارفين احنا عندنا 3 انواع من العقل، واي حد دارس طب بشري او اي حد بيقرا كتب ايا كان هيبقى عارف ان الكلام اللي بقوله ده صح. عندنا 3 انواع من العقل. عندنا العقل الواعي الكونشس، العقل الباطن السب كونشس، والعقل اللاواعي. العقل الواعي ده اللي هو على الله حكايته معاكي، اللي هو عايش معاكي، ده بيبص بيسمع مش عارف ايه، ده ايه، ده اللي بيستوعب الحياه، هو عباره عن ال5 حواس يعني. النوع الثاني العقل اللاواعي ده نسيبه مش عايزينه دلوقتي، ده قصته قصه وحكايته حكايه. النوع الثالث اللي انا بتكلم عنه اللي هو العقل الباطن السب كونشس، ده البيج بوس، ده المين ليدر، ده اي كلمه انت بتقوليها هو بيصدقها. لو انت كده قلتي في نفسك بالغلط مره انا انسانه كسوله، حليني بقى قبل ما ينساها. انا انسانه فاشله، انا انسانه مش طموحه، انا انسانه وحشه، انا انسانه جسمي مش حلو، انا الناس ما بتحبنيش، انا اختياراتي مدمره حياتي والحاجات دي. طول ما انت تقولي الكلام ده عقلك الباطن ده قاعد لك مستنيكي يمسك منك الكلمه اللي مش تمام، يقولك بقى تعالي بقى مربيكي، يفضل زارعها جواكي. فلما انا اتكلمت في الفيديو اللي فات والفيديو، لا ده احنا هنتكلم بقى عن الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله والفيديو اللي قبله، سوري. لما انا اتكلمت في الفيديو اللي فات عن اللوف افيرميشنز او السيلف لوف افيرميشنز، ان انا بقعد اعمل توكيدات الحب لنفسي. انا لسه عامله من شويه وانا بعمل الميك اب العسل ده، بقول انا ذكيه، انا ناجحه، انا شطوره، انا مجتهده، انا هوصل، انا حياتي كلها نجاح، انا حياتي كلها امل، انا حياتي كلها تفاؤل. طبعا مفكرين ان ده خزعبلات، والله العظيم يا جماعه صحيح. مش مصدقيني؟ اسالوا دوروا على المواقع الطبيه او المواقع اللي بتبقى فيها ابحاث علميه اللي هتثبت الكلام اللي انا بقوله ده. انا جايه لك بالخلاصه، انت بقى عايزه تعبي نفسك براحتك عشان تعبت والجو حر،
انا ده رزينه. صدق بقى، صدق والنبي. وحشوي عارفه الكسل هو مش حاجه ان انا هبدا احلها، هي مش مشكله نفسيه، هي مش مشكله عضويه، هو قرار. والله العظيم قرار. الكسل قرار. انت قررتي تبقي كسوله، ده قرارك. قررتي ان انت تصحي كل يوم وتبقي انسان بيعمل حاجه في حياته، ده برضو قرارك. امك دايما الست الوالده العسوله دي اللي انا بحبها، وبتقعد تقول لك النجاح لنفسك والفشل لنفسك، والله صدقيها، صدقيها. من الحاجات اللي خلتني بعلى في حياتي وحبيبه دلوقتي احسن من حبيبه بتاعت زمان، هو انا مش فارق لي حد. I don't care. I don't care. انا مش فارق لي انت شايفاني فاشله، شايفاني ناجحه، شايفاني شاطره، شايفاني غبيه، شايفاني ذكيه، شايفاني جميله، شايفاني وحشه. اتكلمي عليا زي ما انت عايزه تتكلمي. انا اصلا مش عايزه، يعني مش هقعد ادور انت مين اللي بتتكلم عليا ومين اللي مش بتتكلم عليا. انا مش مهتمه لكلام الناس طول ما الحاجه دي لا بتغضب ربي ولا بتزعل اهلي. انا كده اعمل اللي انا عايزاه. وخلي دايما البنتين الوحيدتين اللي تقارني نفسك بيهم، انت في الماضي وانت في المستقبل. والكلام ده انت والله ما تسمعيه عند حد. انا كحبيبه ما بقارنش نفسي غير باتنين، حبيبه بتاعت السنه اللي فاتت ولا بتاعت الماضي، وحبيبه بتاعت المستقبل. هل انا بقيت احسن من حبيبه اللي بتاعت السنه اللي فاتت؟ هل انا بقيت احسن من حبيبه اللي في الماضي؟ وهل انا قربت اوصل للنسخه المستقبليه اللي انا عايزاها من حبيبه؟ انت لا وحشه ولا انت فاشله ولا انت كسوله ولا انت ما تستاهليش تتحبي ولا انت مش عارفه ايه. انت اللي بتقنعي نفسك بكده، وانت اللي بتحاولي تقنعي اللي حواليكي ان انت مقتنعه بكده. وابسط دليل على كده ان انت يا بنتي دخلتي الفيديو ده، انت بتحاولي، انت في حاجه جواكي بتقول لك اصحي، انقذينا، الحقينا. ابسط مثال صاحبتي منى، يا رب تكون يا منى بتشوف الفيديو. منى صاحبتي امبارح ولا اول امبارح كانت بعتالي انه حبيبه انا خلاص انا بجد ما بقتش طايقه حياتي. قلت لها منى انت مش طايقه حياتك ليه؟ قالت لي انا بعمل حاجات انا شاطره فيها بس مش بحبها، وعماله اجرب حاجه والتانيه والتالته والرابعه وما بتظبطش معايا عشان خاطر انا مش قادره اديها من قلبي. وريني كده الليست بتاعت الاهداف بتاعتك. ما عندهاش. قلت لها منى انت حلك والله العظيم هو حاجه واحده، اقعدي مع نفسك قعده عرب، هاتي ورقه وقلم وشوفي انت عايزه ايه. تقول لي صعب مش عارفه ايه، وهي عارفه عشان الكلام ده حصل. قالت لي صعب الموضوع مش بايدي. بعدها بنص ساعه لقيت منى بتبعت لي حبيبه انا خلاص قررت انا عايزه اعمل ايه في حياتي، والموضوع ما طلعش صعب ولا حاجه، انا بس اللي قاعده بهول الموضوع على نفسي. الكلام ده لسه حاصل امبارح الساعه 1 بالليل. اوعي بقى تيجي بقى في سكه اصل انا يا حبيبه بحب نفسي كده، بحب شكلي كده، بحب طريقتي كده، بحب الفشل اللي انا فيه ده. لا حبيبتي ده مش سيلف لاف، دي سيلف خيبه. دي سيلف خيبه. في فرق بين السيلف لاف والسيلف خيبه. ما تقوليش حبيبه اصل انت تحبي نفسك على ما انت عليه وحبي نفسك باي شكل وانت مش عارفه ايه. لا ما تقولنيش حاجه انا ما قلتهاش، انت كده مش فاهمين كلامي صح. انا قلت تحبي نفسك وانت فاشله عشان انت بتحاولي، مش عشان انت نايمه على الكنبه. لو انت نايمه على الكنبه فاش تحبي نفسك وانت ما بتعمليش حاجه في يومك، ما ينفع. ده انت كده في احنا كده في خطر اكبر بكتير. لو انا بحب نفسي وانا كده، لو انا راضيه عن حالي وانا كده، في فرق بين ان انا احب نفسي على حالي وان ده اصلا ما ينفعش يبقى حالي. ما ينفعش انت تحبي نفسك في الموقع اللي انت اصلا مش راضيه عن نفسك فيه. فكري بعقل، اسالي نفسك بصراحه وجاوبي بشكل اصرح. هل انا راضيه؟ هل دي الحياه اللي انا عايزاها؟ هل انا واصله للاهداف اللي انا حطاها؟ لو قشطه كملي، لو لا ما ينفعش. المسلسلات والسوشيال ميديا اللي انت بقيتي معيشه نفسك فيهم دول، انا عايزه اقول لك ان الناس اللي بتتفرج عليهم في المسلسل وقاعده مضيعه عمر ومراهقه وشباب وعشرينات وثلاثينات مضيعه في المسلسلات دي، الناس دي عملوا تريليونات وملايين وانت بتتفرج عليهم. مبسوطه حبيبه قلبي؟ انت كل ثانيه بتتفرجي على واحده من دول، ده عداد عمال بيعد عندها فلوس. تخيلي بقى لو العداد ده بيعد عندك. اختاري انت بتتفرجي على مين، اختاري انت عايزه تفيدي مين. ما انت بتستفيدي يبقى هتفيدي مين. انت بتفيدي دايما، اختاري بقى انت عايزه تستفيدي من مين. حتى الوقت الضايع اللي هو الساعه ولا الساعتين ولا 3 ساعات بتوع اليوم في السوشيال ميديا دول، استفيدي منهم. اتفرجي على ناس مش شرط بقى بيتكلموا في كلام علمي بحت، ولكن على الاقل بتديكي معلومه مفيده، بتعرفي حاجه جديده عن شكلك، عن جسمك، عن حياتك، عن دماغك، عن اي حاجه. فجيرل انا عايزه اديكي قلم تاني اقوى من الاقلام انت خدتيها من بدايه الفيديو لحد دلوقتي. ممكن تخشي لي كده على السيتنجز وتشوفي انت قعدتي النهارده كام ساعه على السوشيال ميديا، ولا امبارح قعدتي كام ساعه. لو ما لقيتيهمش تحت ال8 ساعات اعرفي ان انت في خطر. انت في خطر. ده في ناس فيكم ممكن تلاقي نفسها قاعده 11 و12 و14 ساعه. وقبل ما بقى نتكلم عن السيلف كونفيدنس والسيلف لاف والكلام ده، احنا اتكلمنا عنه كتير وانتوا بصراحه ما بيجيبش معاكي الكلام بنتيجه، فانا مضطره اقول لك ان انت ما بتحترميش نفسك. قبل ما تبقي عندك سيلف كونفيدنس قدام الناس
ابني يا حبيبتي الكونفيدنس بينك وبين نفسك، السيلف ريسبكت، ان انا بقول لنفسي حاجه انا هعمل الحاجه دي انا بعملها، انا بلتزم بكون قد كلمتي وبعمل الحاجه دي، مش ان انا هعمل. ولما تبداي تبني سيلف ريسبكت شوفي انتي احساسك بينك وبين نفسك هيبقى عامل ازاي. ولو كل اللي انا قلته بقى ده ما يخوفكيش، فانا حابه اقول لك اخر سلاح هضربك بيه. انت عارفه ان انت كل وقتك الفراغ الضايع، الحياه اللي ما فيش منها لازمه دي، انت عارفه مين اللي هيحاسبك عليها؟ يمكن انت دلوقتي مفيش حد بيراجع وراكي انت بتعملي ايه في يومك، بس يوم القيامه هتتحاسبي وعن عمرك فيما افنيتيه. ربنا هيحاسبك عن كل دقيقه ضيعتيها وهتتعاقبي عليها. فلو انت الاحترام ما جابش معاكي نتيجه، فخليكي فاكره ان انت هيبقى في عقاب بره، في عقاب مستنيكي لو ما عملتيش حاجه مفيده من حياتك. I said it once and I'll say it again. Again ايه؟ دي المرة الألف. هقول اعمل فيكوا ايه؟ ما تعيشيش دور الضحية حتى لو انت الضحية. ابوس ايدك كفاية، ابوس ايدك كفاية 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 كفاية. ارحمي نفسك، ارحمي حياتك، ارحميني انا شخصيا. انا يا حبيبي عديت في حياتي بحاجات صعبة والاهل عاملين فيا ومسوين فيني. انا عمري ما هقلل من قد ايه ان الموضوع ده صعب، عمري ما هقل من قد ايه ان الاحساس ده احساس مؤلم، بس خلاص هتعملي ايه؟ ده انا غيت مليون مره قلت لك اللي قدامك عمل الافعال الوحشه كلها فيكي، انت ده مش بايدك، بس بايدك تختاري رد فعلك، بايدك تختاري هتكملي ازاي. عايزه تكملي الخراب فوق الخراب، دمار فوق الدمار، ضياع فوق الضياع. انا بيجيلي منكم كميه دي امز على الانستجرام، كميه كومنتس هنا على اليوتيوب، حبيبي انا اهلي عاملين ومسوين فيا ومش عارفه اعيش، مش عارفه ومش عارفه ومش عارفه. هتلاقي حل، عيشي انت، عيشي، ده الحل. بس خلاص محدش مهتم، والله العظيم ما حد مهتم، محدش يقول لك الكلام ده، محدش مهتم، محدش مهتم ان انت مأذيه ولا ان انت متضرره. وحتى اللي بيبين لك ان هو متعاطف معاكي، يعني قلت لك ربنا يصبرك، ربنا يقويكي، هعمل لك ايه تاني؟ انا مش مهتمه، واللي حواليكي مش مهتمين، صحابك مش مهتمين، الناس اللي انت بتحكي لهم وبيبينوا لك انهم مهتمين هم من جوه مش مهتمين. يعني هي ما بتقعدش تفكر طول الليل دي عندها مشاكل مع عيلتها، محدش مهتم، صدقني محدش مهتم، محدش مهتم بقصه الفشل. الناس اللي بتهتم بقصه النجاح، الناس هتتكلم عنك، مش وانت بقى اهلك جايين عليكي والدنيا جايه عليكي وعماله تقولي انا الحياه عامله فيا والعلاقات عامله فيا والصحوبيات عامله فيا وانا مأذيه وانا. بس بقى لما تقولي والله يا جماعه ده انا عملت البيزنس الخاص بيا وما شاء الله شغال، والله يا جماعه ده الحمد لله ده انا جبت الجي بي ال معين، جبت تقدير عالي قوي، جبت امتياز، والله يا جماعه انا بقيت معيده، لو انتم مهتمين. انا بقى شوفي بقى كميه الناس تفضل قاعده في افريكا. برافو، ارفع لك القبعه، شابو عليكي. وانت كمان ما ينفعش تفضلي معيشه نفسك في الدايره دي، لان اتس لايك ا لوب، حاجه هتفضلي بصي طالعه وداخله وملهاش لا بدايه ولا نهايه. لو فضلتي قاعده بتقنعي نفسك ان انت هتفضلي عايشه في دور الضحيه، حتى لو انت الضحيه، ولو انت هتفضلي كده مستنيه المعجزه الكونيه تنزل عليكي وتغير لك حياتك وتحقق لك كل اللي انت عايزاه، اطلعي بره بجد. انا عايزه اقعد مع البنات اللي هم واخدين القرار رغم ان الحياه دايسه كله يا جماعه، والله العظيم الحياه دايسه كله. انت بس ما تعرفيش قصتي وانا ما اعرفش قصتك ولا اعرف قصتها ولا دي تعرف قصه دي، احنا ما نعرفش قصص بعض. مهما عرفتي عن حياه الانسان عمرك ما هتعرفي الحقيقه. فكلنا متداسين بشكل ما او باخر. الازمات هي ما تصنع الانسان، الكلام ده انا قريته في بودكاست الشخص والله مش فاكره اسمه. الازمات هي ما تكون الانسان، الازمات هي عباره عن مطبات في الحياه بتعلمك الصبر، بتختبر قوه تحملك، بتديكي خبره وبتبني شخصيه. فاي نعم ان الابتلاء ساعات بيبقى صعب جدا، بس هو ربنا عمل كده لسبب. ما تحطيش في بالك ان انا يا حبيبي مش عايزه ابقى فاينانشال ستيبل او انا عندي استقلال مادي ولا استقرار مادي عشان خاطر انا هلاقي الراجل الغني اللي هو هعتمد بقى على فلوسه وعلى نجاحاته. القلم الثالث في الفيديو، الراجل اللي في مستوى معين وعايش بلايف ستايل معين وبنمط حياه معين وبيصحى كل يوم عشان يعمل فلوس، هو عايز بنت شبهه، مش عايز بنت اقل منه. لو يطول ياخد الاعلى هياخدها عشان تبقي عارفه. يعني هيعمل ايه بواحده لا عندها شخصيه ولا عندها حياه ولا عندها طموح ولا عندها اي حاجه في الدنيا؟ هيعمل بيكي ايه؟ هيستفاد منك ايه؟ ما تبقي زوجه وشريكه حياه، هو هيستفاد منك ايه بقى؟ مش هيستفاد حاجه. حتى لو كنتي فائقه الجمال، في 1000 بنتك، في مليون مش 1000 بنت فائقين الجمال وناجحين واذكياء وشاطرين. والنجاح مش شرط انك تبقي مليونيره، بس انسانه مشتغله على نفسك، عندك ثقافه، عندك قيمه داخليه،
اتكلمت عن موضوع القيمه الداخليه ده اكتر من 100 مره. قيمتك الداخليه اهم بكتير من قيمه الماديات اللي عندك. خلي بالك نسختك العشرينيه هي نفسها الثلاثينيه، هي نفسها الاربعينيه لو فضلتي على الحال ده. يعني قعدتك على الكنبه بلا هدف بلا حياه هتبقى هي نفس حياه البنت اللي عندها 20 سنه و30 سنه و80 سنه منك. انت عايز توصلي عندك 40 سنه تبصي ورا كده تلاقي نفسك انا ما عملتش حاجه. وسؤال انجح ازاي يا حبيبه؟ انا قعدت سنين بدور على الاجابه دي، مفيش اجابه. الاجابه there is no answer، هي دي الاجابه. انجح ازاي؟ كل واحد فينا قصه نجاحه مختلفه عن التاني، والبروسيس بتاعته مختلفه مليون مره عن التاني، حتى لو تشابهت في نقط معينه. انتي اللي معاكي الورقه والقلم، ودي حياتك، انتي اللي بتكتبي قصه حياتك، انتي اللي بتحددي وانتي اللي بتقرري. قرري يبقى ليكي قيمه او تكوني بلا قيمه. قرري ان انتي تكوني حاجه او تكوني ولا حاجه. هقولها للمره المليون، life is a choice، وحياتك في ايدك مش في ايد اي حد تاني. فما تلوميش اي حد عن اي حاجه، ركزي على نفسك. اعملوا اللوك ان لنفسكم 3 شهور. انا ال3 شهور دول ماليش دعوه بالعالم الخارجي، ماليش دعوه بالعالم الخارجي. انا كل اللي هاممني نفسي، هحقق اللي انا عايزاه ده ازاي، هوصل ازاي، ده اللي انا اركز فيه. مفيش كتالوج للنجاح، بس في قصه انت تقدري تكتبيها وتحكيها. ده كان فيديو النهارده. حابه اقول لكم ثانك يو، شكرا من كل قلبي على كل الكومنتس العسل، بنت العسل دي، عشان عايزه كده ابوس واحده واحده، بنات بس، ابوس بنات بس. بحاول ارد على كل الدي امز والله على الانستجرام. انا عارفه بتبعتولي بتبعتين مشاكل وحاجات وعايزين نصايح، بحاول على قد ما اقدر ارد على الكل، بس مع الاسف ان انا مجرد ما برد على واحده بنقعد 3-4 ساعات نتكلم، فما بعرفش ارد على الباقي. مش عارفه اعمل ايه، بحبكم، اعمل ايه بقى؟ حابه بجد شكرا قوي لكل البنات العسل اللي هم عندهم ثقه كبيره قوي فيها. انا بجد شفت كلام اوف. يعني ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام عشان انا عايزه اوصل 1000 هناك بقى يا جماعه، عشان ايه، خلاص بقى انا خدت الخطوه الانفلونسر الجايه. اوكي شويه مش عارفه ايه. فبحبكم قوي 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 قوي. اشوفكم الفيديو الجاي. see you later alligator. bye.